وعشا كأي مسؤول في المدينة اللي كتحتضن واحد المقابلة للطرفي ديالها فريق من اسبانيا شريك ديالنا في تنظيم كاس العالم 2030 والفريق الاخر اللي هو فريق مغربي كيفتخروا به المغاربه كاملين اللي هو فريق سبورتينغ اللي كل شيء تيعرف التجربه ديالو الرائده وانه لعب السنه يعني الماضيه الموسم الماضي لعب النهايه ديال عصبه الابطال الافريقيه. هذه بادره ما يمكن الا نشجعوها وكنحيي بحراره كل الساهرين على التنظيم ديال هذا الدوري هذا اللي فيه فرق ديال اسبانيا وكذلك البرتغال والمغرب وعلى راسهم رئيس النادي ديال سبورتينغ وجميع الاخوان المسيرين في هذا النادي هذا. اليوم حنا سعداء ان هذه المقابله جرت في اجواء يعني بهيجه في الملعب ديال ابجيكو واحد من الملاعب المتميزه في مدينه الدار البيضاء والشكر موصول للاداره ديال النادي ديال الابجيكو بالخصوص سي عبد الحق مندوزه. المقابله كيف ما شفتوا كانت طبق كروي يعني في المستوى وكانت يعني بقيمه يعني كبيره من الناحيه الرياضيه ومن ناحيه البعد ديالها كيف ما قلت اليوم المغرب واسبانيا ولا حتى البرتغال يعني هذه السنوات اللي كتفصلنا على كاس العالم خصها تكون فيها فعاليات رياضيه كثيره بشكل اللي غادي يعزز العلاقه بين هذه البلدان الثلاثه. وهنيئا للفريق الفائز ديال سيفيا اللي فاز بالمقابله النهائيه وحتى الفريق سبورتينغ اللي قدم مقابله جيده.